اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم في قناتي حكايات نور للقصص الكاملة. قبل ما نحكي قصتنا يلا بسرعة نحط لايك للفيديو، وكمان لو أول مرة بتشرفوني في القناة ما تنسوش تعملوا الاشتراك وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان أي قصة جديدة تنزل يوصلكوا الإشعار بيها. وتعالوا بينا نبدأ حكايتنا. تعرفي إن ده أجمل يوم في حياتي كلها يا منار؟ يا حبيبي أنا مبسوطة قوي، أخيرا بقينا في بيت لوحدينا. أحلى واحدة في الكون كله، أحلى دكتورة تتجاوز دي ولا إيه؟ أنت بقيت سوقي قوي يا كريم، علشانك أبقى أي حاجة. وعد على جواز منار وكريم شهر وودأ ما بينهم الخناق. أهلا، شرفت يا هانم. هانم؟ إيه اللهجة الغريبة دي يا كريم؟ من هنا ورايح أنا مش هكلمك غير باللهجة دي. ده من إيه ده؟ هفضل عاملك كده علشان على الأقل تبصي لي شوية وتجيبي لي حتة العيل اللي نفسي فيه. والشقة يا هانم ما بقتش تتنضف. خير يعني؟ مش فاضية لشقتك؟ يبقى تسيب الشغل. أسيب الشغل؟ لا طبعا، انت عارف أنا بحب شغلي قد إيه يا كريم. خلاص يبقى تركزي معايا شوية يا هانم. أنا عايز طفل يحمل اسمي. طب أنا أعمل إيه؟ هي دي حاجة بإيدي؟ ماليش دعوة، اتصرفي. منار سابت كريم ودخلت علشان تنام، وصحيت تاني يوم الصبح وراحت عند مامتها. ازيك يا منار؟ ادخلي. هو فين جوزك؟ في الشغل يا ماما. مالك؟ انت زعلانة ليه كده؟ في حاجة مزعلاكي؟ اتخانقنا انا وكريم امبارح. هو انتوا لحقتوا؟ ده انتوا بقالكم شهر بس لحقتي تنكدي على الواد. بلاش علشان ما يطفش منك يا بنتي. مش انا والله، هو عاوزني اسيب شغلي. تسيب شغلك ليه؟ عايز يجيب عيل. لا يا هبلة، اوعي تربطي نفسك بالعيال دلوقتي، انت لسه صغيرة. خليكي كده، وخليكي كده منتظمة على حبوب منع الحمل. مش يمكن يطلع مش كويس؟ ما هو ده اللي انا بعمله يا ماما، بس هو متضايق وعاوز عيل يحمل اسمه. حاولي تدلعيه كده. حاضر يا ماما. بقولك ايه، تعرفي بنت تيجي تنظف لي البيت وتكون امينة ونظيفة؟ ايوه، انا الست اللي بتجيلي عندها بنت كده، عندها حوالي 23 سنة، كويسة وشكلها نظيف. أبعتها لك. يا ريت يا ماما تكوني خدمتيني خدمة العمر. حاضر، هبعتها لك من بكرة إن شاء الله يا حبيبتي. واسمعي الكلام، حاولي تدلعي جوزك واستمري على حبوب منع الحمل سنة كده مثلا، وركزي في عيادتك، الشغل اللي هينفعك. الراجل بيعطل يا بنتي. بس أنا بحب كريم وكريم بيحبيني قوي يا ماما. ما فيش راجل مضمون يا بنتي، كل الرجالة بصاصة بس بدرجات متفاوتة. خلي بالك من نفسك ومن بيتك. مشيت منار وراحت على شغلها، وبعد فترة رجعت بالليل ولقيت نفس الخناقة بتاعت كل يوم. خلاص يا كريم، أنا حافظة كل اللي انت بتقوله ده. أنا هجيب بنوتة تساعدني في شغل البيت بكرة إن شاء الله، وعلشان ما تتلككش بالبيت. أنا مش مشكلتي بيت وبس، أنا عاوز حقوقي كزوج، وعاوز أبقى أب. إيه، مش من حقي ولا إيه يا منار؟ لا، حقك طبعا، بس كل شيء بإيد ربنا. ادعي. ماشي يا منار، أما نشوف آخرتها معاكي. وجت البنوتة تاني يوم وبدأت تنظف الشقة يوم بعد يوم، ومنار ما كانتش موجودة. والبنت فعلا طلعت أمينة جدا ونظيفة، ومنار بدأت تخصص لها جزء شهري لمرتبها، وبقت بتعاملها زي أختها بالظبط. نور، اعملي لي قهوة. حاضر. بقولك ايه يا نور، انت متجوزة؟ لا يا أستاذ كريم. هو في حاجة؟ لا يعني مجرد دردشة، زهقان بس. تمام يا أستاذ كريم. هو انت خلصت شغل البيت؟ أيوة خلصته. شكلك بنت حلال يا نور، وبنت محترمة جدا، وأهلك طيبين. شكرا يا أستاذ كريم. لا، قولي لي كريم بس. حاضر يا أستاذ. ها، قلت ايه؟ كريم وبس يا نور. حاضر يا كريم.
يلا روحي اعملي لي القهوة واعملي لك حاجة تشربيها وتعالي نتكلم شوية. حاضر. راحت نور علشان تعمل القهوة وعملت ليها هي كمان قهوة، وجت تقعد مع كريم علشان يتكلموا مع بعض شوية. بتدرسي ايه يا نور؟ لا انا خريجة. ما شاء الله، خريجة ايه بقى؟ تجارة عين شمس. تعرفي انا كمان خريج تجارة. ايه ده بجد؟ طب كويس. انا داخلها بمزاجي علشان بحب التجارة. ربنا معاك. انت مرتبطة يا نور؟ لا. ليه؟ مش بآمن بالكلام ده. اللي عاوزني بيت اهلي مفتوح. يعني عمرك ما اتخطبتي ولا كلمتي ولد؟ لا يا كريم. طيب ده شيء كويس قوي، وما شاء الله عليك أمورة قوي وجسمك مظبوط. هو انت بتتمرني؟ لا ده طبيعي. ده جامد قوي. هو ايه ده اللي جامد؟ لا ما فيش، انا بقول بس كلمة جامد على الحاجة الحلوة. ايه رأيك نبقى صحاب؟ صحاب ازاي يعني؟ يعني نقعد ندردش كده، ولو في حاجة عاوزاها اطلبيها مني على طول من غير كسوف. ايه رأيك؟ طب وأستاذة منار مش هتتضايق؟ عادي، مش لازم كل حاجة منار تعرفها. ماشي. وفضلوا كده نور وكريم صحاب، وكل يوم بيتكلموا مع بعض وبقى قريبين من بعض جدا. وبقى كل شهر كريم بيخرج نور خروجة حلوة جدا، وبطل يتخانق مع وفي مرة منار كانت راجعة من الشغل، وأول ما دخلت سألت كريم: كريم. نعم يا حبيبتي. انت ما بقيتش تتخانق ليه على البيت ولا على الأطفال؟ هو في حاجة؟ لا بس خلاص زهقت. بس البيت بقى كويس من ساعة ما جت نور، وهو نضيف. فاضل بس العيال، وشكلك بقى انت مش عاوزة، فخلاص مش هضغط عليكي. لا أنا مستعدة نجيب بيبي. يلا. طب بصي، أنا عندي مشوار مهم، ساعة كده وهجيلك. ماشي يا كريم، هستناك. نزل كريم وكانت ساعتها الساعة 9 بالليل، ورجع على الفجر. كل ده يا كريم انت كنت فين؟ كنت مع أصحابي على القهوة. كل ده وفيها ايه يعني؟ هو انت عاوزة تنكدي على اي حاجة وخلاص؟ ولا خناق ولا نكد ولا اي حاجة. ربنا يفرحك كمان وكمان يا كريم. وتاني يوم خرجت منار وراحت لمامتها. ازيك يا منار؟ عاملة ايه يا بنتي؟ الحمد لله يا ماما. وانت عاملة ايه؟ الحمد لله. بقولك ايه يا ماما، عاوزة اسألك على حاجة. ايه يا حبيبتي؟ كريم يا ماما، كريم بقى غريب قوي. ازاي يعني يا بنتي؟ يعني ما بقاش يقرب لي، وبطل خناق، وبطل يسأل على الطفل. دي غريبة قوي. وده احسن. هو انت عاوزة نكد؟ منار ساعتها حست ان مامتها مش هتفهمها، فسكتت منار. ماشي يا ماما، انا همشي. بالسرعة دي يا بنتي؟ انا كنت جاية بس اطمن عليكي قبل الشغل. طب خلي بالك من نفسك يا قلبي. حاضر يا ماما. وراحت منار على العيادة، وفضلت طول النهار عقلها شارد، وقطع تفكيرها واحدة بتتكلم مع الممرضة في العيادة: اسكتي يا هدير، مش جوزي طلع متجوز عليا؟ بتهزري؟ عرفت ازاي؟ جه اعترف لي ان هو متجوز عليا، وطلع متجوز بنت صاحبتي، عيلة من دور عياله. مش عارفة ليه عمل كده. طب انت كنت مقصرة معاه؟ لا خالص، بالعكس، هما الرجالة كده عينيها زايغة. امال لو كنت مقصرة كان عمل ايه؟ طب قوليلي انت عملت ايه؟ ولا حاجة، اقسم الاسبوع بينا، نص ليا ونص ليها، ويوم اجازة عند امه. يا نهار ابيض، دي جايلها على الطبطاب كده. ايوه والله، كان الاول اسبوع ليا وما كانش بيقدر يقول لي حاجة. يلا منهم لله بقى. قاطع تركيز منار صوت الراديو اللي شغال، وشد انتباهها سؤال الشيخ اللي بيتكلم الضيف وهو بيقول: هل يجوز الزواج على الزوجة الأولى دون علمها؟ وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: أنا أستطيع أن أقول لك
هل هذا الزواج صحيحا أم لا؟ إن الزواج على الزوجة الأولى دون علمها أقول لك أنه صحيح إذا كان مستوفيا أركانه وشروطه. أما هل هو جائز أم لا؟ قد يكون جائزا وقد يكون غير جائز. شرعا لا يجب إعلام الزوجة الأولى بزواج زوجها عليها، فليس من شروط ولا أركان الزواج أن يعلم الرجل زوجته أنه تزوج عليها إلا إذا اشترطت عليه أثناء عقد زواجهما أنه لا يتزوج عليها، ولو تزوج فمن حقها أن تفسخ العقد وتأخذ حقوقها كلها. منار ساعتها سابت العيادة ولبست هدومها. أنا لازم أمشي حالا، كريم تعبان، أنا هروح بسرعة، ولو نفع أجي تاني أبص على العيادة هاجي. وجريت منار على الشقة، وأول ما فتحت الباب دخلت بسرعة على أوضة النوم ولقيت منظر عمرها ما كانت تتمناه. أيوة كريم مع نور. إيه ده؟ استني هفهمك. أهلا. تفهمني إيه؟ ما هوضح كل حاجة. لا استنى، أنا مش خاين، أنا ما تنطق. أنت إيه؟ أنت خايف تقولها ولا إيه؟ اسكت أنت. لا، واسكت ليه؟ أنا هنا زيك، أنا مراته يا حبيبتي. ما تقولش إنك اتجوزتها بجد، أنت بتبيعني علشانها. هي اهتمت في وقت كنت محتاج فيه الاهتمام، أنت أهملتيني وما بقاش عندك وقت ليا، وهي وقتها كله كان ليا أنا. هو ده مبرر؟ أيوة مبرر. أنا ما حملتش حاجة غلط، أنا ليا مثنى وثلاث ورباع، ولو أنت كنت اهتميتي ما كانتش هي هتاخد مكانك. قصدك إنها أخدت مكاني؟ طب طلقني. مش هطلقك، خليكي كده، أنا هسيب لك البيت وامشي. آخرك هتقعدي عند مامتك شهر أو 2 أو 3 وهترجعي تاني. أما سألت وعرفت إن أبرز ما يمكن الإشارة إليه من حقوق الزوج على زوجته، أولا حق تدبير المعيشة بالمعروف، ثانيا حق إصلاح حال الزوجة عند خوف نشوزها، ثالثا حق الاستمتاع بغير الإضرار، رابعا حفظ مال الزوج وكتم أسراره، ومحدش يدخل بيته بغير إذنه. واعتقد إن عامل لك كل ده، ما اعتقدش بقى إن في حاجة تانية أنا مقصر فيها، وده حق الشرعي. قطعته نور بكلامها وهي بتبص النور، ولفت إيديها حوالين رقبة كريم. وكمان عاوزة أقولك على حاجة يا حبيبي، هتبقى أب قريب إن شاء الله. وقفت منار مذهولة من اللي بتقوله نور، وكريم ولا كأن منار واقفة، وقعد يتنطط من الفرح. طب اقعدي بالراحة، اقعدي بقى وما تتعبيش نفسك. أنا أخيرا أنا هبقى أب أخيرا. أنا نفسي أكون أب من زمان، وكنت محروم من ده لدرجة إني حسيت إن العيب مني أنا، وكنت خايف إني أعمل تحليل، بس الحمد لله يا رب أنت حامل أهو وأنا هكون أب. منار بصت بحزن شديد وإنها خربت بيتها بإيديها، ولمت هدومها وراحت عند مامتها وقعدت تعيط، وفضلت تتكلم مع مامتها. هو ده اللي كنت عايزة تتجوزيه ويقفت قدام أهلك علشانه؟ أهو باعك. يلا مش مهم، بكرة يطلقك غصب عنه وهجوزك ستيته. أنا سمعت كلامك في الخلفة ودمرت بيتي بإيدي يا ماما. أنا اللي اديتها فرصة إنها تاخده مني، أنا اللي غلطانة. ساعتها طلع أبو منار من الأوضة على صوتهم. في إيه يا منار؟ مالك بتعيطي ليه؟ كريم اتجوزها عليا يا بابا. إزاي ده حصل؟ علشان مش راجل. اسكتي انتي. ليه يا منار حصل كده؟ الراجل مستحيل يعمل كده طول ما انتي مالية عينه. أكيد حصل حاجة يا بنتي، احكيلي. ساعتها حكت منار كل حاجة لباباها، وساعتها باباها غلطها وقعد يتكلم معاها. ما كانش ينفع تحرمي زوجك إنه يبقى أب، لأن ده طبيعي يا بنتي. فاكرة يا حبيبتي قلتلك إيه قبل ما تتجوزي؟ شكلك نسيتي يا منار.
اوعي تفكري أو تحاولي إنك تسيطري على زوجك، انت امرأة، والمرأة مخلوق ضعيف، ومن طبع الضعيف إن يكون عاوز التحكم. ولكن المرأة إذا نزعت إلى القوة والسيطرة أنكرت عواطفها وتجردت من أنوثتها، وقابلها الرجل قوة بقوة، فاستحال عليا وهي ضعيفة في الأصل إنها تقف قدامه يا بنتي، وبتتحطم في النهاية، وبيتحطم بيتها ومستقبل أولادها. ما قلناش حاجة إنك تبقى قوية، بس القوة لازم تكون في قلبك، في حنانك، في رقتك، في طبعك ولين أخلاقك. وهي دي الحاجة اللي الراجل بيشد ليها يا بنتي، وما تسمحيش لأي واحدة تانية إنها تاخده منك. الراجل يا بنتي بيدور على الأمان والاستقرار، وانت اللي ضيعتي من إيدك ده. قاطع كلامهم صوت الجرس وهو بيرن، وراح الأب علشان يفتح. انت مين؟ مرسال يا فندم. من مين؟ الأستاذ كريم باعت معايا ورقة طلاق باسم الأستاذة منار. وبكده تكون انتهت الحكاية، وأتمنى تكون العبرة منها وصلتكم. مستنية أشوف تعليقاتكم الحلوة اللي بحبها، واستنوني في قصة جديدة بعبرة جديدة، وأشوفكم على خير ومع السلامة.